فرق بين الاي اي كونتنت والهيومن كونتنت او كتابه المحتوى عن طريق الاي اي تولز وكتابه المحتوى عن طريق شخص معين بيكتب المحتوى ده. طيب قبل ما اقول لك الفرق بين الاثنين ايه، تعال اقول لك كتابه المحتوى بتعدي بكام مرحله. بكل بساطه كتابه المحتوى او الكونتنت رايتنج بتعدي باربع مراحل مهمين جدا. اول مرحله هي مرحله الايديا جنريشن، او انك تبدا تجمع افكار او تنتج افكار معينه للمحتوى بتاعك ده. تبدا تنتج مجموعه افكار عن توبكس معينه او ترندات معينه حابب تتكلم عنها، وبعد كده بتبدا تختار ما بين الافكار دي او ما بين التوبكس دي كلها فكره فاليد او فكره صالحه انك تكتب عنها المحتوى بتاعك، تبقى دي الوينر ايديا بالنسبه لك. طيب دي اول مرحله. تاني مرحله عندنا هي مرحله اختيار المسج او نوع المسج اللي عايز توصلها للعميل بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل فكره بتصيغها في شكل محتوى لازم تكون بتوجه رساله للجمهور بتاعك. الرساله دي ممكن تبقى سيلز مسج، رساله بيعيه عن طريق اوفر معين او بتبيع منتج او خدمه معينين. ممكن تبقى انجيجمنت مسج عباره عن رساله تفاعليه الهدف منها ان الجمهور بتاعك يتفاعل معاك عن موضوع معين. ممكن تكون فاليو مسج بتقدم محتوى فاليبل للجمهور بتاعك. ممكن كمان تكون اويرنس مسج، يعني مسج او رساله هدف منها زياده الوعي بالبراند او العلامه التجاريه بتاعتك او حتى زياده الوعي بمنتج معين او خدمه معينه. طيب يبقى اول حاجه اخترنا الايديا بتاعتنا، تاني حاجه اخترنا نوع المسج اللي حابين نوصلها للجمهور بتاعنا، تالت حاجه هبدا اصيغ بقى الفكره بتاعتي ونوع الرساله دي في شكل المحتوى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابدا اشوف الايديا اللي انا اخترتها ونوع المسج اللي انا حابب اقدمها هكتبها عن طريق ايه؟ هل هقدمها للجمهور بتاعي على شكل بلوج بوست او ارتكل على الويب سايت بتاعي، ولا هقدمها عن طريق سوشيال ميديا بوست على اي بلاتفورم عندي، ولا هقدمها عن طريق فيديو معين بسكريبت معين او حتى فيديو بفويس اوفر او حتى اوديو، ولا هقدمها بانهي فورم بالظبط؟ فبكل بساطه بتقدمها بالشكل المناسب للنوع المسج ونوع الفكره اللي انت اخترتها. طيب رابع واخر مرحله عندنا هي مرحله الببلشنج او نشر المحتوى ده على المنصات. في المرحله دي بنشوف احنا هننزل المحتوى بتاعنا على انهي بلاتفورم، ونبدا نمشي ورا قواعد البوستنج او معايير البوستنج على البلاتفورم دي. يعني لو هننزل المحتوى بتاعنا على فيسبوك بنمشي على شروط البوست بتاعت فيسبوك، لو هننزلها على الانستجرام نفس الكلام، وهكذا على مختلف انواع البلاتفورم. ودي يا سيدي مراحل كتابه الكونتنت رايتنج. خلينا نرجع للسؤال بتاعنا وهو الفرق بين الاي اي كونتنت والهيومن كونتنت. بكل بساطه الاي اي تولز ممكن تساعدك في اي مرحله من المراحل دول. يعني ممكن تدي الاي اي تولز شويه داتا ومعلومات عن المجال بتاعك او المنتجات والخدمات اللي بتقدمها، تطلع لك افكار محتوى او تعمل لك جنريت للايدياز نفسها وتختار منها الفكره، وبعد كده تختار انت نوع المسج اللي حابب توصلها للجمهور بتاعك. وبعد ما تختار نوع المسج بقى معاك الفكره ونوع المسج، ابدا اختار الفورم نفسه حابب تصيغ بيه المحتوى بتاعك، وفي النهايه تقدر تبوست المحتوى ده على اي بلاتفورم عندك. الاي اي ممكن يساعدك في اي مرحله من المراحل دول، ولكن الاي اي مش هيدي لك 100% كواليتيف كونتنت قيم جودته كويسه جدا في الاربع مراحل دول. فبكل بساطه يا صديقي الاي اي بيساعدك بس في اي مرحله من المراحل دول انك تصيغ الكونتنت بتاعك، تطلع شويه افكار زياده للكونتنت بتاعك، تتكلم عن توبكس ترندي، ترانسليت او تترجم المحتوى بتاعك لاكتر من لغه. ولكن الاي اي مش هيساعدك انك تطلع 100% جنريتيف كونتنت من غير ما يبقى فيه اي تدخل بشري. سيدي ده الفرق بين الاي اي كونتنت والهيومن كونتنت. لو مهتم بالاي اي تمام مش هتعرف كل جديد.